السلام عليكم. أطيب تحية للمتابعين وتحية خاصة للأخوة مدربي كرة السلة. انتهت قبل ساعات مباريات في كرة السلة بالمربع الذهبي بالدوري الممتاز ببغداد بفوز نادي الشرطة على نادي النفط 97 نقطة مقابل 80 نقطة، وفوز فريق نادي الدفاع الجوي على نادي الكرخ 87 نقطة مقابل 70 نقطة. من نادي الشرطة حقق الكابتن محمد صلاح 26 نقطة، ومن نادي النفط حقق الكابتن كرار بيكو 17 نقطة. كذلك من النفط المحترف ويكنز سجل 23 نقطة. أما في مباراة الدفاع الجوي والكرخ فلفت نظري الكابتن إيهاب حسن سجل 25 نقطة، والمحترف رضوان سجل 30 نقطة. أنا في تحليلي لهذه النتائج شمولية ترتبط بعلم الطاقات وعلم الفلك، مكنتني منذ أكثر من 30 سنة بالخروج بنظريتين من خلالها استطيع تحليل أحداث المباريات، وبنفس الوقت تغيير وتحسين مستوى أداء الرياضيين من خلال نظرياتي اللي ممكن تحسن الأداء من خلال الإشراف على الوحدات التدريبية للاعبين ل3 أيام فقط. وبإمكاني تحليل النتائج وتحديد ليش محمد صلاح سجل 26 نقطة وخلال مباريات أخرى ما سجل، وليش كرار بيكو سجل سكور 17 نقطة في حين كان ممكن يسجل أكثر من 45 نقطة. وتوقع احتمال أن نادي الكرخ قد يفوز على الدفاع الجوي بالمباراة المقبلة، لأن الموضوع مرتبط بالزوايا الفلكية وتأثيرها على الدورات البيولوجية لكل لاعب. وأطيب تحية لكم.